السلام عليكم. اليوم راح نقترح عليكم الدجاج البرازيلي. راه داير حالة في الأسواق الجزائرية، هو حقا بنين والسعر تاعه معقول وفي متناول الجميع. راح نفتح أمامكم الدجاج ونشوفوا الشكل تاعه. شوفوا صافي ونقي، دجاج نقي في الحقيقة نقي. شوف راني نفتح معكم الدجاج رطب، شوف أملس صافي منقي. نفتح معكم بالمقص نشوفوا الأحشاء اللي فيه، والدجاج راه نقي. شوف نفتحوه من الداخل، شوفوا الأحشاء إلا فيه ولا لا. نقي. هنا غسلتها، بعد ما غسلتها عاودت وليت نفتح فيها هكا خطوط بسيطة بالسكين باش التتبيلة تدخل، تشرب التتبيلة. راح نجرب معكم هاد الدجاج بالأرز كطبق للعشاء. أنا جبت الإناء نحطت فيه 4 كاس زيت للتتبيلة وملعقة ونص طماطم مصبرة، توابل راس الحانوت، كمون، فلفل كحل، فلفل أحمر، كركم، ملح، ملعقة خل، سنينة توم، نصف ملعقة كبيرة تاع ملح. نخلط التتبيلة، بعدين نضيف الزعتر. أنا نحب نكهة الزعتر في الدجاج، هو الزعتر ضفته. بعدين نجيب الدجاجة ونتبلها جيدا، وندخل دوك سنينة الثوم في دوك الخطوط اللي درتهم بالسكين والثقوب. نتبل الدجاج جيدا يتشرب كامل تتبيله. ندخل بين الجلد والصدر تاع الدجاج كما راكم تشوفوا. دخلها جيدا بهذا الشكل، تبل كامل الدجاج. بهذا الشكل، ونخليه يتشرب ديك التتبيله للساعه، نصف ساعه على الاقل. من جهه نحط نجيب كيلة ارز نغليها مده 5 دقائق، 5 دقائق فقط، مع شويه ماء وملح. كيلة ارز في 2 كيلة تاع ماء، شويه ملح. بعدين نصفيها، نجيب طبق يدخل الفرن، ندهنه بالزبده ونحط الدجاج فيه بهذا الشكل. تبقى لنا ديك التتبيله نزيد لها شويه تاع ماء ونحط داك الارز فيها. بعد ما صفيته نخليه يتشرب ديك نخلطوه باش يتشرب لنا ديك التتبيله. وبعدين نعمر الارز في الدجاج بهذا الشكل، نعمرها ونغلقها ونحطها في الطبق، والارز اللي بقى نحطه في الطبق بهذا الشكل. بهذا الشكل نحط فلفل حار. انا نحب الفلفل الحار في الارز ومع الدجاج. وريقه رند، شويه تاع ماء، نصف كاس، نصف كوب تاع ماء، قليل ماشي بزاف كما كنت تشوفوا. ونغلق عليها بورق الطهي بهذا الشكل، ونزيد الورق الالومنيوم نغلق عليها جيدا. جربوه ما راحش تندموا والله. البنين روعه، هاد الدجاج بنين. ولادي والله لحسوا الطباسه ما شبعوش منه. شوفوا هنا بعد ما فاتت 40 دقيقه الارز طاب والدجاج طاب، بصح خاصه شويه يتحمر. شوفوا الارز جا مزربع على حبه، ما جاش معجن. والدجاج تاني راه طايب، خاصني غير نحمره شويه. نرده مده 5 دقائق يحمر لنا. الطبق راه جاهز. انا طيبتها لهم للعشاء، مع المغرب كان واجد. والله طاب بنين، زبده طري، والثمن تاعه جد معقول في متناول الجميع.
جربت معاكم هذه الوصفة تاع هذا الدجاج البرازيلي، نتمنى تجربوه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش أخواتي بلايك واشتراك في القناة باش تدعموا القناة، وشكرا لكم على المتابعة. شوفوا هنا الروز كي جا مزربع. شكرا لكم على المتابعة.